الجديد من بافالو برجر كروبرج كرواسون برجر كرواسون. تعالوا نشوف ايه الحكايه دي. عاملين كمان حاجه جديده اسمها دو باي، اللي هي على اساس يعني ان ايه فطيره فهي باي ومحشيه ايه ترند دبي، فبقى ايه دو باي. اوكي ماشي. اهي الدو باي اهي. اوه كروبرج تحس انه جاي من المانيا. هم عندهم نوعين كروبرج، واحد اولد سكول وواحد شيتاكي مشروم. تعالوا نجرب الجديد. يلا بينا. اول حاجه نخش على اول واحد اللي هو كروبرج شيتاكي مشروم، يعني برجر بالمشروم. شكله غريب جدا. اول ما فتحت حسيت ريحه الكرواسون هب عليا جامد. طيب ده بكام؟ كروبرج الشيتاكي ده ب 180 مع البطاطس والبيج كولا. طيب عبارة عن ايه بقى يا بافالو؟ هو طبعا نفس حشو البرجر، بس البرجرايه قسمينها نصين وحاطين عليها بقى ايه المايونيز وصوص الجبنه والمشروم والحركات، وطبعا هو معروف انه بيحط لك السلطه بره. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق. بصوا انا عن نفسي بحب بافالو برجر جدا، فهو حطها بقى في كرواسون، حطها في كايزر، حطها في عيش ناشف، فهتبقى طعمها حلو. انا هنا مش جايه طعم الكرواسون خالص. انا اول حاجه جت في بوقي هي طعم اللحمه المعروف والمعهود بتاعهم اللي ايه مشويه على الفحم، طعم المشروم وصوص الجبنه. طب عايز ادوق الكرواسون لوحده كده من الحته الساده دي. نوعيه الكرواسون كويسه، يعني لو كلتها لوحدها تحس ان فيها طعم الزبده وطري، مش ناشف مثلا او بايت، لا. بس انا مش عارفه ليه احنا بنبهدل الكرواسون معانا قوي، سواء في الحلويات او في الاكل الحادق. مش عارفه ايه السبب بصراحه. هل لاقيينه مثلا لوحده ما ينفعش فلازم نحشي حاجه ونحط عليه حاجه؟ يعني مش عارفه ليه. تاني ده غير ان الكرواسون هنا شكلها غريبه اصلا، مش عارفه يطلع لها ديل من فوق كده، يطلع لها قبه من فوق. حاجته حلوه جدا، بس كتفضيل شخصي انا يعني ما احبش يعني البرجر يبقى جوه الكرواسون. مش حاسه ان في اضافه طعم جديده او حاجه روعه او حاجه مبهره، او فاهمين ازاي؟ مجرد تركايه بنلعب شويه بس. يعني كروبرج اولد سكول ب 165 جنيه. حابه ان انا اجيب طبق كده واوريهولكم من جوه. ده الكرواسونيه بتاعته شكلها حلو ومظبوط. تعالوا الاول كده نفتحها ونحط فيها السلطه بتاعته دي. يلا بينا. بصل، خيار مخلل، وخس كابوتشا. انا بحب قوي في بافالو ان السلطه دي دايما بتكون فريش بره، وبتكون يعني كتير احلى بكتير لما يكون الساندوتش هو كده. بصوا بقى شكله بقى عامل ازاي بعد ما حطيت فيه السلطه. يلا بسم الله. نقسم الكروبرج نصفين. وهذا هو شكل الكروبرج من جوه. يلا ندوق كروبرج اورد سكول. بسم الله. انا عجبني العلبه، عجبني التجديد، حاجته كواليتي عاليه جدا. الاختلاف الوحيد انك بتلاقي شويه سويتنس في الاخر من الكرواسون ده وشويه طعم زبده كده، بس حاساهم ايه مش احسن حاجه مع البرجر. دايما الكايزر او البن العيش كده الجميل ابو سمسم ده هو اللي يكسب. يلا بينا على اللي بعده. بعدين حاساه غالي شويه عن انك تجيب سندوتشات جوه عرض، زي مثلا عرض ال2 ساندوتش او 3 او 4، بيكون سعر الساندوتش ارخص شويه. عشان كده قبل ما احلي في الاخر طبعا لازم ان انا اجرب سندوتشات بافالو العاديه في عرض اسمه مو صلاح. العرض اسمه كينج مو 390. بيكون فيه 2 ساندوتش 200 جرام برجر لحمه او فراخ، وانا اخترت البطاطس ديابلو، فدي بتزود على سعر العرض 15 جنيه. ديابلو اللي هي الفريسكاس يعني. واحد اسمه ماسكولار. خش لي بقى على الماسكولار ده عشان دوقته قبل كده كان جامد، عايزه اعرف النهارده هو جامد برده ولا لا. الفراخ لاخر مره بقى هجربها من بافالو برجر بجد لاخر مره، لانه دايما ما بتعجبنيش.
وادي الفراخ اسمه راستافاري. طبعا بيكون معاهم 2 بيج كولا. فانا الاول هدوق الراستافاري اللي هو تشيكن فراخ، اقسمه كده من النص وتعالوا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتختار نوعيه السبايسي، اذا كان عادي خالص او سبايسي او ميديوم سبايسي. انا اخترته ميديوم سبايسي وحاسه ان هو سبايسي قوي. شايفين اللقمه قد ايه؟ دي كلها طلعت في بقي جبنه بس. فين الفراخ؟ تعالوا ندوق تاني عشان بصوا هو طعمه حلو قوي قوي قوي، بس ايه عايزين يزودوا الفراخ سنه يعني، لو حاطط قطعتين ستريبس كده فتحس ان مش مالين الساندوتش قوي. اللي فوق دي جبنه مقليه مقرمشه وعليها صوص حار زي صوص جبنه كده، وعليها فتافيت من الفلفل الحار، فطعمه حلو قوي كطعم جميل قوي قوي قوي. لكن عايزين يزودوا في الفراخ شويه. اول مره ادوق ساندوتش تشيكن عند بافالو ويعجبني، لكن برضو ما اطلبش فراخ. ليه؟ لانه مش هيشبعني، ده ما فيهوش فراخ. في يعني بس قليل. نحط بقى شويه كاتشب هنا كده ونجيب واحده ديابلو ونشوف ال 15 جنيه حلال فيها ولا حرام. فرنش فرايز احلى والله. هي دي مقرمشه قوي زياده عن اللزوم، بس الطعم بلين قوي، مفهوش يعني مفهوش توابل، مفهوش حاجه. حتى طعم البطاطس عشان هي طبعا معجونه زي بنشا ودقيق كده، فتحس ان طعم البطاطس راح شويه. فانا عن نفسي افضل الفرنش فرايز العاديه احسن، وقال 15 جنيه من سعر العرض. الساندوتش بقى ال 200 جرام ده راجل يحترم كده، اسمه ماسكولر. ده فيه جبنه برضو ايه عامله زي البرجر كده بس مقليه، شبه قوي الراستافاري. تعالوا بقى نحط ايه شويه خضروات كده، عشان طبعا انتوا عارفين الساندوتش من غير خضروات زي الايه؟ قولوا لي في التعليقات زي الايه؟ زي البيت من غير مغات، او زي الوالده من غير مغات. طيب حطينا الخضروات، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما بتحط فيه الخضروات اللي ساندوتش ايه حجمه بيتضاعف وبيشبع اكتر صراحه. اوبا، هو ده بقى الشغل العالي، ده الشغل العالي. تقول لي فراخ ولا مش فراخ؟ بافالو يزعل مني بس دي الحقيقه. يلا بينا بقى كده ندوق الماسكولر. بسم الله. ده شغل عالي جامد قوي. ده بتحس طبعا بطعم البرجر اول حاجه، بعد كده بطعم الجبنه والكرانشي بتاع الجبنه المقليه. الصوص المحطوط هنا برضو صوص مختلف شويه. اهو ده حاجه كبيره تشبع، حلال فيها الفلوس يعني. تعالوا نحلي بقى. دو باي الواحده ب 60 جنيه. انا مش عارفه ليه الصراحه جبت 2. تعالوا كده نشوف، هي مكتوب عليها بيستاشيو اند شوكليت. بسم الله. مش وحشه، بس انتوا عارفين من كتر ما انا دقت ترند دبي ده في حاجات كتير قوي مختلفه، حسيت ان انا مبقتش احبه، معرفش ليه، مع انه حلو في الاساس. هنا انت بتدوق طعم البيستاشيو، صوص البيستاشيو، بعدين طعم الشوكولاته، بعدين القرمشه طبعا بتاعه الكنافه محتفظه بالقرمشه بتاعتها، بس حاساها ايه يعني لو شوجر شويه، السكر بتاعها قليل حبتين. بصوا يعتبر النهارده كده انا ما عجبنيش قوي الاختراعات بتاعه بافالو برجر المره دي. الكرواسون يعني كده تحس انك ماسك حاجه كده رايحه جايه منك كده مبهدله، مش عارفه تمسكها قوي. ترند دبي حسيت خلاص يا جماعه بقى كفايه بقى ترند دبي بجد بجد يعني. بس بصراحه لا يعلى على سندوتشات البرجر بتاع بافالو، يعني هي نمبر 1. متهيألي ان هو نمبر 1 في السوق دلوقتي يعني. يعني نمبر 1 حاجه مصري، مطعم مصري نمبر 1. بس كده ده رايي النهارده في الجديد من بافالو برجر. قولوا لي انتوا رايكم كمان في التعليقات. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.